حيث تشهد العاصمة اليونانية أثينا إجراءات مرور مشددة بالتزامن مع انطلاق النسخة 42 من الماراثون الأصلي بمشاركة أكثر من 24 ألف عداء من نحو 120 دولة حول العالم. وتمتد الإغلاقات من ماراثون حتى استاد كالي مارمارو التاريخي مع تقييد حركة المركبات وتعديل خطوط المترو والترام لضمان انسيابية الفعاليات وتنظيم الحدث الرياضي الأبرز في البلاد. خلينا نتكلم بشكل أكبر عن هذا الخبر والكثير أو غيره من أخبار الصحف اليونانية الصادرة اليوم. بينضم إلينا الآن الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا. صباح الخير عبد الستار. هبدأ معك من هذا الخبر، ويعني لو توضح لنا أبرز التحديات اللي بتواجه السلطات اليونانية في إدارة الحركة المرورية وأيضا تأمين الماراثون في ظل هذا العدد الكبير من المشاركين. صباح الخير منى، أتحدث إليك من هنا من ميدان سندغما المواجه للبرلمان، أكبر ميادين العاصمة أثينا. بالنسبة للصحف اليونانية اليوم بالفعل هي تتحدث عن ماراثون أثينا الأصلي. كل عام بيتحول منى هذا الماراثون إلى واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية في اليونان وأوروبا، وذلك لرمزيته التاريخية العميقة اللي بتعود لعام 490 قبل الميلاد، حين ركض العداء الإغريقي في ديبيدس من سهل ماراثون إلى أثينا حامل بشرى النصر، ولكن أيضا لحجم هذا الماراثون الهائل اللي بيفرض على السلطات كما ذكرت تحديات معقدة في إدارة الحركة المرورية والأمنية والتنظيمية داخل مدينة مزدحمة كأثينا. هذا العام في النسخة 42 شارك أكثر من 24 ألف عداء من 120 دولة في السباق الرئيسي اللي بيمتد لمسافة أكثر من 42 كيلومتر. الفعالية انطلقت من بلدة ماراثونا مرورا بالتلال والضواحي الشرقية وصولا إلى ملعب كالومارمارو بناثنايكو اللي استضاف أول دورة ألعاب أولمبية حديثة عام 1896 ليكون ختام السباق احتفاء رمزي بالروح الأولمبية التي ولدت على هذه الأرض. إذن إحدى أبرز التحديات اللي بتواجه شرطة المرور في أثينا هو تنظيم الإغلاق الكامل لمسار بيمتد عبر عشرات الأحياء والطرق الحيوية من 5 صباحا وحتى 6:30 مساء. الإغلاق شمل شوارع رئيسية بتربط شرق العاصمة بوسطها، وده استلزم تنسيق متواصل بين شرطة المرور وهيئة النقل العام والبلدية لتأمين بدائل تنقل فعالة وللتقليل من الازدحام. جرى تعزيز خدمات المترو والترام عبر تشغيل 3 قطارات إضافية وتخصيص مسارات خاصة للباصات اللي بتقل المشاركين والمتطوعين، وأيضا تم نشر مئات من عناصر الشرطة والحماية المدنية على طول الطريق لتوجيه السائقين وتنظيم نقاط العبور للمشاة والسكان المحليين. أيضا منى إلى جانب التحديات المرورية واجهت السلطات تحديا أمنيا كبيرا نظرا لتجمع عشرات الآلاف من العدائين والمتفرجين على طول المسار، وتم توزيع فرق من الشرطة والجيش ووحدات الأسعاف والإطفاء على نقاط محددة، إضافة إلى فرق متطوعين مدربين لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات البسيطة اللي هي الناتجة عن الإرهاق. يعني بالتأكيد يعني هو تحدي أن يتم تأمين ماراثون بهذا الحجم، 24 ألف عداء مشارك من 120 دولة، حجم كبير. هروح معاك لموضوع آخر عبد الستار، ولو تكلمنا عن تفاصيل قرار حظر الصيد بالشباك الجرافة وذلك في منتزه ألونيسيس البحري. كيف كان تأثير احتجاجات جماعات البيئة والمسؤولين المحليين على هذا القرار وأيضا آليات تطبيقه؟ نعم، الصحف اليونانية أيضا اليوم أبرزت هذا الأمر في قرار بيعكس استجابة سريعة لضغوط بيئية وشعبية. أعلنت الحكومة اليونانية وقف استخدام الشباك الجرافة أو السحابة في منتزه أولينيسوس البحري الوطني اللي هو يعتبر أحد أهم المحميات الطبيعية في البحر المتوسط بعد موجة من الاحتجاجات الحادة من قبل جماعة حماية البيئة
ومسؤولين محليين. الأزمة بدأت منى في مايو الماضي عندما قررت وزارة الثقافة رفع الحظر جزئيا عن الصيد بهذه الشباك داخل المنتزه، وهو ما سمح لسفن الصيد التجارية بالاقتراب حتى 2 ميل بحري من الشاطئ. وبررت الوزارة هذا الإجراء برغبتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية للصيادين المحليين، لكن أثار ردود فعل غاضبة من المنظمات البيئية اللي حذرت من أن القرار بيهدد النظام البيئي الفريد للمنتزه وبيعرض بعض الكائنات فيه لخطر مباشر. بعدها توالت الاحتجاجات وخرج نشطاء البيئة وسكان الجزيرة في تظاهرات رمزية، كما شاركت منظمات محلية ودولية في حملة ضغط مكثفة مطالبة بإعادة فرض الحظر الكامل على الصيد الجائر. وأظهرت تلك التحركات قوة المجتمع المدني اليوناني وقدرته على التأثير في السياسات البيئية. بعد ذلك رضخت الحكومة للضغوط لتعلن وزارة البيئة وخفر السواحل إعادة العمل بالحظر الكامل ومنع دخول السفن أو سفن الصيد إلى يعني مياه المنتزه. ووصفت جماعات البيئة هذا التراجع بأنه انتصار للوعي البيئي في مواجهة المصالح الاقتصادية قصيرة الأجل. هذا القرار هيتم تطبيقه يا عبد الستار هيتم تطبيقه في الجزيرة بالكامل ولا في مناطق معينة؟ في مناطق المحميات في هذه البحيرة اللي هي يعني أكبر محمية طبيعية في البحر المتوسط، وفيها حيوانات ويعني حيوانات نادرة وأيضا كائنات أيضا، وهي تأسست عام 1992 منى، وبتغطي أكثر من يعني 2200 كيلو متر مربع، وتضم يعني تنوع بيولوجي غني بيشمل مئات الأنواع من الأسماك والطيور. نعم. أنتقل معك إلى خبر آخر، ويعني كثيرا ما تقوم اليونان بالعديد من الفعاليات الثقافية، ويعني تحدثت الصحف اليونانية عن ندوة ثقافية نظمها المركز الثقافي المصري في اليونان، وذلك لدعم السياحة المصرية. لو تكلمنا عن تفاصيل هذا الخبر وإزاي بتساهم هذه الفعاليات في دعم السياحة المصرية، وأيضا لو نتحدث عن بناء جسور الحوار بين الثقافات. حقيقة منى الفعاليات الثقافية اللي بينظمها المركز الثقافي المصري هنا في اليونان، يعني مثل الندوة الأخيرة، بتلعب دور محوري في تعزيز السياحة المصرية وترسيخ الحوار بين الثقافات. هي في الحقيقة أداة دبلوماسية ناعمة بتجمع بين القوة الثقافية والتأثير الإنساني. فمثلا على صعيد السياحة المصرية بتسهم أو تسهم هذه الفعاليات في الترويج لمصر كوجهة سياحية متكاملة. عندما يعني يعرض فيلم توثيقي عن المتحف المصري الكبير مثلا، أو تقام ندوة عن تراث الأقصر أو أسوان، فإن الجمهور اليوناني والأوروبي بيتعرف عن قرب إلى روعة الآثار المصرية وتاريخها الممتد آلاف السنين. هذه الأنشطة بتشعل فضول الحضور لزيارة مصر، لا سيما في الاهتمام المتزايد في أوروبا بالسياحة الثقافية والتاريخية، كما أنها بتقدم صورة حديثة لمصر كبلد آمن ومتطور قادر على استقبال السياح من مختلف الجنسيات في بيئة بتجمع بين الأصالة والتجديد. إلى جانب أيضا منى الجانب الترويجي، وضمن يعني كلمة السفير المصري عمر عامر في الندوة اللي حضرها دبلوماسي السفارة وأعضاء المكاتب الفنية ورموز من الجالية وشخصيات يونانية، تضمنت أن هذه الفعاليات بتسهم في بناء الثقة وتعزيز العلاقات العامة لمصر في الخارج. وأيضا السفير ذكر أنه يسعى لتكثيف نشاط المركز الثقافي، لأن الزوار الأجانب في المركز عندما يشاهدون عرض فني مصري أو يستمعون إلى محاضرة عن النيل مثلا أو عن إنجازات الشباب المصري في مجالات مثل العلوم أو الفنون، فإن ذلك بيعمق فهمهم للهوية المصرية وبيبدد الصورة النمطية السطحية. ومع كل تفاعل ثقافي بتفتح نافذة جديدة للتعاون في مجالات السياحة، التعليم، الفن، الاقتصاد. أما كما سألتنا على مستوى الحوار بين الثقافات، فإن مثل هذه الندوات بتمثل جسور إنسانية بتربط بين الشعوب عبر المعرفة والفن. الثقافة بخلاف السياسة والاقتصاد فهي يعني بتكون لغة عالمية بيفهمها الجميع.
نعم، الثقافة هي جسر التواصل والحوار بين الثقافات والشعوب، ولا سيما شعوب البحر المتوسط. يعني أنا بشكرك عبد الستار على كل هذه التفاصيل فيما يخص أبرز عناوين الصحف اليونانية الصادرة اليوم. الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا، شكرا جزيلا لك.